للانتخابات الرئاسية وأعضاء الأمانة العامة من الترشح لأي مناصب تنفيذية. ليه هنسيبنا منه؟ لأنه اللي حصل إن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذا القانون، خلص ميت. الغريب بس إن بجاته هو طبقا للي تم إثارته وقتها أنه أحد ألد أعداء الإخوان. أيوة، لدرجة إن وقت الانتخابات الرئاسية كانوا بيهتفوا ضده في ميدان التحرير. شوف. انا اقول لا وانتوا ايه هترددوها ورايا. بجد يا بجد يا بجد خليك في روحته. دليلك في روحته. بجد يا بجد يا بجد دليلك في روحته. انت بتكذب كده ليه يا بجد؟ والشعب عمل فيك ايه يا بجد؟ انت بتكذب كده ليه يا انت مزور يا بجاتو. دليلك في روحته. بجاتو يا بجاتو يا بجاتو دليلك في روحته. بتكذب بالاعلام يا بجاتو وبتلعب بالكلام يا بجاتو. عارف بالاسلام يا بجاتو. حرام عليك يا بجاتو. طب انت اسمك ايه؟ وابوك جنسيته ايه؟ في مصر اسمه بجاتو. دليلك في روحته. دليلك في روحته. بجاتو يا بجاتو يا بجاتو دليلك في روحته. قربت الامريكان قربت منهم كم. انت مكانك المال حتى يا بجاتو. دليلك في روحته. بجاتو يا بجاتو يا بجاتو دليلك في روحته. بتدور الانتخابات عشان حد الدولارات. عيال دمهم اتقل مني بصراحة. اه والله. وبعدين عيال دمها عيال قلاشة قلش، مش ممكن يعني. وبعدين مش شغل الجواهر تقريبا، يعني شوف حتى ابداعهم واصل لحد مثلا سنة 93 او 4، حاجة مهببة جدا يعني. الغريب انك تلاحظ انه الكلام ايه بقى، ان هو تم اتهام بجاته ان هو كذاب وان هو هيزور وان هو بياخد فلوس من الامريكان. كل الكلام ده قالوه في سياق هذه الاغنية الركيكة. الا لو كان ده بجاته تاني خالص، بخلاف بجاته اللي تم اختياره في زمن الإخوان وزيرا للشؤون أو شؤون المجالس النيابية والتشريعية. بجاته وأعضاء المحكمة الدستورية وقت الانتخابات الرئاسية وبعدها كان من الأعداء. اللي عاوز بس نحاول نفهمه كده مع بعضنا حقيقي يعني، هو مجرد تساؤل: هل فعلا حصلت صفقة ليتم من خلالها اختيار بجاته؟ هل بجاته نفسه نسي محاصرة الإخوان للمحكمة الدستورية العليا وهتافاتهم ضد القضاة؟ هل اختيار بجاته وسيلة لإقالته فيما بعد لعدم القدرة على عزله من هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا؟ الغريب ان بجاته النهاردة هو بيحلف اليمين القانونية أمام مرسي قال له: شكرا معالي الباشا. ايه الجو ده؟ وزير بيقول للرئيس شكرا يا باشا. مرسي بقى باشا، رئيس جمهورية مصر العربية تقول له شكرا يا باشا، وفي وزير بيقول للرئيس شكرا يا باشا. شوف والله اتقال كده بجد مش هزار يعني، حضراتكم تقدروا تشوفوا. السيد المستشار حاتم حمد عبد الله مجاهد، وزير دولة لشؤون المجالس النيابية. شكرا يا باشا. شكرا يا باشا. شكرا يا باشا. شكرا معالي الباشا. شكرا معالي الباشا. شكرا معالي الباشا. شكرا معالي الباشا. والله العظيم احنا عايشين في مرحلة اقلب 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 حقيقي يعني بجد والله العظيم. هو ايه اللي حاصل يعني؟ ازاي بجاته يقبل هذا المنصب في ظل ان هو كان احد الناس المتهمين في ضمائرهم وفي ذممهم وحاجات من هذا القبيل؟ ازاي يقبل منصب زي ده؟
يعني المفروض ان هو نفسه تأبى عليه ان هو يقبل حاجه زي كده بعد اللي حصل، نفسه تأبى عليه انه بعد حصار المحكمه الدستوريه ان هو يعمل حاجه زي كده. ازاي؟ حاجه غريبه جدا. الا لو انها الحكايه تبقى عامله زي ماتشات الكوره. عارف انت في ماتشات الكوره، وده غالبا ثقافه اخوانيه جدا يعني، انه يبقوا واقفين في المدرجات، فهتلاقي الجماهير تقعد تهتف جامد ضد حكم معين، وان هم مش عايزينه ومش عايزينه ومش عايزينه وازاي وده منحاز وده وايه وحكم قبل كده في الماتش الفلاني، قصص كده. يبدا الماتش تلاقي ان الحكم ده اكتر واحد في الدنيا بيجامل الفريق بتاع الجماهير اللي كانت بتشتم فيه وبتزعق ومش عايزاه.